نعمة وسلام من الله ومخلصنا يسوع المسيح. أنا أخوكم برادر بوس، فأنا جايكم الليلة عشان أشجعكم، برضه نوصيكم ونصلي معاكم. جاي نحن نصلي بس بالذات، أنا جاي أصلي بالذات من أجل السودان بصفة عامة، بما إنه السودان انقسم إلى دولتين، فنحن مؤمنين باسم ربنا يسوع المسيح بنؤمن بأن السودان روحيا هو دولة واحدة. حتى إنه حسي ينقسم إلى دولتين برضو ده إرادة إلهية. فأنا عايز أوريكم حاجة مهمة جدا في الحرب الحاصل في كل أنحاء السودان، سواء كان في شمال الشرق وغرب، هو اعتبره السودان والجنوب. الحرب الداير في السودان بصفة عامة حسن ده ما حرب جسدي ولا حرب اقتصادي ولا حرب سياسي، ده حرب روحي. إلا لو أنت في دينك ما بتؤمن بأنه في عالم روحي، لكن نحن كمسيحيين بنؤمن بأنه في عالم روحي، لأنه الله خلق السماء والأرض هو إله، لكنه هو روح. عشان كده أي حاجة بيحصل في الأرض هنا بيكون أول حصل في العالم الروحي. قبل السماء اتخلق والأرض، الله كان إله روحي بما فيه كل ما فيها، إذا كان ملائكة وكل شيء كان روحي. لكن جاء زمن على أساس إنه يشوف إنه داير يعمل مكان برضه، لأنه الله قادر على كل شيء. فجاء زمن إنه داير يعمل مكان اللي ممكن يسكن فيها جسد وروح في نفس الزمن. فهو خلق الإنسان في عمل الجسد ونفخ فيه الروح وبقاه إنسان، وخلق الأرض وخلى الإنسان يسكن على الأرض. بما إنه الإنسان ساكن في الأرض، أولا هو الإنسان روح، بعد ذاك ساكن في الجسد، على أساس إنه لأن الأرض هنا إنسان روحي فقط ما يقدر يسكن فيه إلا إنسان روح في الجسد. طيب العالم كله بين كل دولة ودولة في حدود، فالحدود دي بس ما جات ساكن، حدود دي جات بإرادة إلهية. لما السودان بصفة عامة، لو انت عارف جغرافيا حاسة قبل الانفصال بتاع الجنوب، السودان عنده 9 دول مجاورة، 9 دول مجاورة قبل الانفصال. لكن إيش السودان انفصل من كل الدول، ده كان إرادة إلهية، لأن الله في أعمال الرسل أصحاح 17 عدد 26 وعدد 27 بيقول إنه أي دولة من الدول ربنا خلاه يكون عنده حدود، لأنه في كل ناس في بلدهم عشان يفتشوه عشان يلقوه. خلينا نقراه عشان انت ممكن تسمع، وبعد كده نخش في التفسير بتاعه بطريقة تانية، بطريقة أحسن. طيب ده أعمال الرسل الكتاب المقدس أصحاح 17 عدد 26 ل 27. عدد 26 بيقول شنو؟ وصنع من دم واحد كل أمة من الناس سيكونون على كل وجه الأرض، وحتم بأوقاتهم وكل شيء. وصنع من
خلينا نقرأه مرة ثانية. وصنع من دم واحد كل إنسان من الناس يسكنون على كل وجه الأرض، وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم. إنه ربنا خلقنا عشان نملى الأرض، لكن أدى كل إنسان مكان محدد له. لكن السبب شنو؟ لكي يطلبوا الله لعلهم يلتمسونه فيجدونه، مع إنه عن كل واحد منا ليس بعيدا. ربنا معناته عمل حدود لكل دولة من الدول، عشان الدولة ده كل الناس في الدولة يفتشوا ربنا بطريقتهم عشان يلقوه، لأنه ربنا قال قريب لكل إنسان. ده كان السبب الأساسي من إن السودان ينفصل من كل الدول المجاورة حسب السودان. طيب، عشنا واتضح بأنه أن إحنا كسودانيين بقى عندنا 2 آراء دينية، عندنا الدين المسيحي والدين الإسلامي. ما دام أصلا في أي دولة في أي دولة ما دام الدولة أصلا هيكون عنده 2 آراء دينية، والآراء دي بيقسم الدولة إلى في النص، أو بيكون المجموعين قريبين لبعض، فربنا بيحاول بيقسم الدولة ده. عشان كده الجنوب ما انفصل من الشمال بس بمشكلة سياسية أو اقتصادية، بما إنه نحن كلكم الموجودين في الإدارة، سواء كان في الشمال أو في الجنوب، موجودين في الحكومة، بتعتبر إنه ده مشكلة سياسية أو اقتصادية. روحيا ده مشكلة دينية، ده مشكلة دينية. إذا كان أصل السودان أساسا كلها نسبة كم 95% كلها مسلمين، ما في طريقة إن السودان يتقسم. السودان يتقسم للجنوب، وانفصل الجنوب من الشمال والشرق والغرب، لأنه في عدد كبير من المواطنين السودانيين بقوا مسيحيين زي نحن بقينا مسيحيين. فلا بد من ربنا لما شاف إنه العدد الكبير ده من الصعب إنه يسكن في وسط ناس، لأنه عندهم راي تاني وعندهم إيمان تاني وعندهم طريقة تانية هو قاعدين يفتش ربنا بتاعهم، فلا بد إنه يفصلوا. بما إنه حكومة الجنوب نكر المسيحية في يوم الاستغلال، لكن نحن عارفين بأن الجنوب انفصل، لأنه ربنا قال في آية 26 أعمال الرسل 17-26 إنه كل الناس ربنا قدام حدود، لأنه الناس دي ربنا دايرهم يفتشوا ربنا بطريقتهم، لأنه ربنا قال قريب مع كل إنسان. طيب، حس الشمال والشرق والغرب بقى جزء منفرد من الجنوب، فده كان أساسا بقى كلها ناس مسلمين. طيب، إذا كان أساس الناس مسلمين، من المفروض ما يكون في حرب. ليه؟ لأنه كلها الناس مسلمين، عندما كلكم أخوان وكلكم أهل، لأنه دينكم واحد. لكن عرفنا بأنه المعاملة السياسية الاقتصادية ما فيها تساوي. احنا افتكرنا زمان لما كنا بنشاكل ولا دايرين وحدتنا، دايرين اننا ننفصل من الشمال، لأن احنا شايفين اقتصاديا سياسيا مظلومين. كويس؟ لكن بعد ما نحن انفصلنا وبقينا في حالتنا كجنوبيين، انتوا كشماليين بقيتوا خلاص إخوة. أننا ممكن نقدر نقول إنه كان زمان، عشان نحن طبعا نحن مسيحيين، فأنتوا ما عايزين تساعدونا أو ما دارين كلنا نقدر ندير الدولة في وقت واحد. فعشان كده كانت في حالة إنه أنتوا ما راضين إنه نحن نستفيد من الدولة برضه اقتصاديا أو سياسيا. فالانفصال جاء، لكن لما الانفصال جاء لأنه ربنا دايرنا نحن إننا دين معين، ودايرنا نمشي نفتش ربنا في الدين بتاعنا بطريقتنا الخاصة في دولتنا، عشان كده انفصلنا. فحس المشكلة اللي بيحصل في الشمال بالذات اللي بيموت فيه
الشعب الشمالي في أكثر من سنة. ده المفروض ما يكون مشكلة دينية، بما إنه نحن بنشوف أحيانا كأنكم أنتوا قاعدين بتشاكلوا في الدين، وأنا جاي أوريكم ليه أنا قلت الكلمة دي. كأنكم أنتوا أساسكم مشكلة دينية. ده المشكلة اللي حصل في الشمال ده مشكلة اقتصادية. بالنسبة لي أنا بعتبر إن ده مشكلة اقتصادية اجتماعية، اقتصادية سياسية. طيب ما دام ده مشكلة اقتصادية سياسية، ده بيكون بصراحة كده بيكون عيب، لأنه الناس دينهم واحد كويس، وناس دينهم واحد مفروض ما يكون عندهم مشكلة سياسية ولا اقتصادية كويس. طيب حس أكبر مشكلة أنا قاعد أشوفها شخصيا في الحرب اللي بيقتل المواطنين الشماليين، قبل ما نرجع لإخواننا في الجنوب اللي بيقتلوا الإخوة الشماليين، بما إنكم دينكم واحد، بما إنكم وكلكم ناس ما عندكم مفروض يكون عندكم مشكلة، لا ما دام دينكم واحد خلاص. لكن اتضح في ظاهرة غريبة جدا جدا في الحرب دي، فهي دي ظاهرة إنه في القتل اللي انتوا بتقتلوا بعضكم، بتقتلوا جلسة، بتقتلوا زول كبير، بتقتلوا بتخربوا البلد كلها بما فيها. أصلا لا أنا دايما ما جاي أتكلم عن الحكومة. حكومة أصعب بقى أسوأ من الناس اللي بيعتبروهم دعم سريع، ودعم سريع أسوأ من الحكومة، لأنه كلكم بس بتقتلوا أي إنسان. أي إنسان بتقابلوا قدامكم. لكن الظاهرة الوحيدة لغاية الليلة أنا ده مرات بسأل نفسي ليه مفروض يكون أنت لما تيجي تقتل أخوك، بما إنه هو أساسا أخوك، وطنكم واحد، دينكم واحد، لما أنت تسبح كلمة الله أكبر ده، لما تكبر الله أكبر ده بيعني شنو؟ يتغير في اتجاه الحكومة، بيقتلك أنت في الاتجاه الثاني، وما بيقدر بيقول أي حاجة إلا الله أكبر. أنت بتقتل باتجاه الثاني الله أكبر، لكن أنتوا كلكم مسلمين يا إخوانا. اللي بيخلي التسبيح والتحليل ده شنو؟ اللي بيجيبوا شنو؟ في حرب سياسي اقتصادي. ده ما حرب ديني، أنتوا كلكم مسلمين كويس؟ ما دام أنتوا كلكم مسلمين، أنا شخصيا بعتبر إنه مفروض ما يكون في كلمة التكبير ده، ما مفروض ما يجي، لأنه أنا متأكد، أنا شخصيا متأكد إنه في آية قرآنية أصلا بمنع أو برفض أو بدين إنه المسلم يقتل أخوه المسلم. حتى أنا عارف شخصيا، أنا عارف، لكن حتى لو ما عندي الآية ما أقدر أقرأها، لكن أنت كمسلم بتعرف إنه في آية بمنعك إنك تقتل أخوك المسلم. فلو كان ده حرب ديني ما بيسمح لي، لكن ده لو حرب اقتصادي سياسي مفروض التكبير اللي انتوا بتقتلوا بقى اخوانكم ديل مفروض ما يجي. انتوا تفتكروا بتعملوا في ده اخوكم بيكون ربنا الاله اللي بتعبروا له بيكون مبسوط؟ ما بيكون مبسوط. عشان كده نحن بنشوف شنو الحاجه اللي حصل هنا، انه مملكه الظلمه، الشيطان اللي نحن بنرشد ونبشر على اساس انه نعيش حياه كويسه، لانه الشيطان ما يخش في نصنا، هو المسؤول من الحروبات الموجوده كلها في شمال حسن. هو المسؤول اللي بيخليك انت كمؤمن، انا ما اعرف ايمانك انه حيكون شنو، لما تقتل اخوك المؤمن بتقول الله اكبر، واخوك المؤمن لما يقتلك انت المؤمن بيقول الله اكبر. طيب السؤال ده يا الله، ده يا الله اللي بيكون مبسوط انك تقتل اخوك، ولما تكبره هو بيكون مبسوط او بيبتسم لانك انت عملت حاجه كويس. ده ما الله، ما في الله زي ده كويس. ده بيوري بانه ده الشكل اللي حسه قاعد يحصل في شمال السودان بصفه عامه، ده مملكه الظلمه. بس هو عايز داري يتاكد بانه شمال السودان بما انه ينفصل من الجنوب ما حيعيش في السلام. ده بقول انه ما عايش في السلام. فانا حاسه خفت من حاجه مهمه انا بقول لكم، انا ما جاي اقول لكم ده انا ماشي اتنبأ ماشي حصل. اللي حصل انتوا خليتوا الشيطان انه يخش في وسط ابناء الشمال والشرق والغرب. فالحرب اللي حصل انتوا اساسا الحرب ده قاعد يقتل بس
انت لو شايف انه ده عشان تعرف ده حرب شيطاني، ده ما حرب آه انساني. لانه اكتر ناس بيموتوا هسه نساء، مستقبل. ده الناس ده المرب، ده الانسان اللي بيلدي مستقبل البلد بيموت او بتقتلوه انتوا نازل. مستقبل البلد ذاته اللي اتولد اطفال بتقتلوه. الحكمة بتاع البلد الناس الكبار دي، لأنه الناس الكبار دي يا أخوانا دي حكمة البلد. البلد لما يكون ما عنده ناس كبار أصله ما عنده حكمة. كويس؟ ما عنده حكمة. أنا بتذكر كان لما أول مظاهرات قبل السيد الرئيس البشير يطلع من الدولة، كان في مظاهرات أكثر من شهر شهرين تقريبا في الساحة الخضراء هناك. شباب صغار كان حريتهم، بيقول شنو؟ حريتهم بأنهم بس دايرين يشربوا سجاير، يسكروا ويعملوا هم دايرين. ده معنى الحرية، ده اللي انتوا عايزينه. في النهاية حريتكم يا خلى هسه خرب البلد كله. فأنا شخصيا متعلم شديد بل بيحصل هسه. خلي انه انتوا خليتوا بعضكم وبقيتوا تقتلوا حتى المواطنين الجنوبيين اللي اساسا خلوا بلدهم ذاته، بما انه عندهم بلد جديد وبلد مفروض يمشي يفتشوا ربنا ربه بتاعهم ويعيشوا حياته. ما دار يعيش حياته ال 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 العادية في بلده، لقى البلد ذاته اللي ربنا أداه له ما قادر يعيشه جو عاش معك أنت، لأنه هو في النهاية هو أخوه بما إنه انفصل، لكن اختار إنه يجي يعيش معك في بلدك. كويس؟ لكن أنت في النهاية بتقتل حتى الإنسان بس يجي عشان يجي يسكن معك. تخيل إنسان أفضل أحلو بيك أنت، وانت لما انت تخش في مشكلتك الخاصة بينك وبين نفسك او بينك وبين اهلك، انت بتفيد تمشي بتقتل الجيران اللي كان جز يسكن معك. ده اساسا ما في دين بيسمح لكلام زي ده. انا مشكلتي ما داير اقول لكم الدين الاسلامي كده ولا كده، لكن ده بيوري انه في مشكلة في الدين الاسلامي. كويس؟ لانه انتم ما كشمالين والشرقين وغربين اذا كان عندكم حرب، ده المواطن الجنوبي المفروض ما يموت الا لو لقيتوا مثلا مواطن جنوبي ماسك سلاح من اتجاهات. عندنا اخواننا موجودين في الشمال معكم هنا، لو ناس الدعم السريع لقوهم بيجبروهم اجباري ويحطوا سلاح في يدهم ويحطوهم في الصفوف الاماميه. ناس الحكومه بما انه ده من نسميه حكومه برضه بيمسكهم وبيدخلهم في الصفوف الاماميه اجباري. فانت لو في الصف الامامي اجباري وفي يدك سلاح، انت لو ما ضربت سلاح اصلك حيضربوك. فزول زي ده بيكون راسه ذاته ما قادر يفهم يمشي وين، حتى لو هم طردهم ما بيعرف يجري وين. في النهاية بيكون بس حايم راسه لفة، وبتمسكوه وبتعتبروا انه مثلا الجنوبيين وياهو دخلوا في المعارك دي. وبالفعل ممكن في ناس دايرين يستخدموا المساكين ده عشان يلقوا قروش وراكم، وفي ناس زي ده ممكن حصل لهم. لكن المواطن الجنوبي البسيط زي اللي كان حصل في مدني المفروض ما يحصل، كله المفروض ما يحصل. ده بيوري بانه ابليس جو وماسك السودان، شمال السودان كله وشرقه وغربه اهو. هسه بقاو شنو؟ المكان اللي اساسا بعد ما الحرب ده ينتهي انتوا ما حتقدروا تعيشوا في سلام تاني، لانه الحقد والحساده اللي اتزرعت بالموت اللي انتوا موتوا فيه ده ما حينتهي، حيكون اصعب، ما حينتهي بسهوله. تاني السودان ما حيكون السودان المعروف أحسن دولة في العالم كله. ليه؟ بس قبل السنة وقبل سنتين، من السنة اللي فاتت لقدام حسن أحسن دولة في العالم كله من ناحية الإنسانية السودان. السودان بصفة عامة، سواء شمالا شرقا وغربا أو جنوبا. لكن حسا أنا ما ماشي أقول لكم، ما ماشي أتنبأ، لكن بتعرفوا إن أنا في واحد أخوكم سوداني جا قبل كده وقال لكم من يوم الليلة إلا السودان ده يقبل المسيح. صراحة كده إلا السودان يقبل المسيح.
لأنه إبليس الحس أنتوا أديتوا فرصة ينزل في نصكم ده ودخل الحاجات ده إلى المسيحية، يعني يرجعكم في سلام، لأنه المسيحية ده الدين الوحيد اللي ما بيسمح إنك تقتل أخوك كله. بيقول إن الآية بيقول إذا عدوك إذا جاك وجعان عدوك أديه أكل أديه موية، لأنه أنت من تتعاملوا بالمعاملة ده فكأنك أنت شلت جمر بتاع النار وخطيته في راسه. ليه بيقول كلام زي ده؟ ليه؟ لأنه لما الإنسان اللي بيشوف إنه بس إنه يقتلك، لكن هو بيكون في النقطة بتاع الضعف في وقت المفروض هو يموت فيه، لأنه أساسا هو داير يقتلك، فأنت بتوريه الإنسانية. لما يتراجع في قلبه يشوف إنه الإنسان ده أساسا كان شايف المفروض عدوي المفروض بس يموت، لكن حسه أنا لما لقاني في موقع المفروض أساسا أموت فهو سامحني. لما يحس بكلام زي ده بيلقى نفسه أخطأ خطأ كبير في حياته. فنحن السودانيين بصفة عامة تعال نوقف الحرب بصراحة كده، وقف الحرب، وقف قتل الناس دي، لأنه ده أصله أساسا زي انتوا شايفين. لو انتوا من شمال لو السودان كل وقت بنقتل جانا صغير، قتلنا المستقبل بتاع البلد، قتلنا زول كبير، قتلنا الحكمة بتاع البلد، وقتلنا قتلنا الإنسان البلدي البشر اللي الله خلقه عشان يسكن في الشمال. يوم من الأيام ذات السودان ده لما نجيب حرب من برا ما بكون في شعب، عشان بس تطلع الشعب انت داير 25 سنة عشان تطلع راجل شاب، مش راجل كبير، داير 25 سنة. انتوا لو وقفتوا الحرب ده الليلة انتوا محتاجين 25 سنة عشان بس جانا الصغير يكبر يكون كبير، لكن هذا القوة ان انتوا قتلتوا كل النساء اللي ماشيين يلدوا لكم أطفالكم في المستقبل. فبرضه نفس الحاجة اللي حصل في جنوب السودان. فأنا ماشي أتكلم عن جنوب السودان لأنه جنوب السودان ده أهلي برضه. فجنوب السودان اللي بيحصل حسه ده أنا شخصيا ما بعتبره ده حاجة غريب. ليه؟ زي ما أنا قلت بعد الانفصال الحكومة اللي أخواننا في حكومة جنوب السودان نكروا المسيحية كله ما اعتبروا إنه الجنوب ده ربنا إنه يدفع، بما إنه في قصص في وقت الاتفاقية وفي في ناس روحانيين مسيحيين اللي بيقدروا يلقوا الآية ده، آية 17 من أعمال الرسل، أصحاح 17 آية 26 ل 27 بيلقوا إنه يقولوا يا جماعة الدولة ده لما ربنا أدانا له لأنه داير يفصلنا من شمال السودان، لأن شمال السودان دولة مسلمة ونحن دايرين نكون دولة مسيحيين. عشان كده ربنا ما دام شافنا عددنا كبير ودايرين نفتشوا بطريقتنا الخاصة بنعرف إنه ده طريق الحق بالنسبة لنا، عشان كده عمل المستحيل وأدانا دولتنا. كويس؟ نعم. حس بنقول شنو؟ بنقول إنه مجرد ما ربنا عمل ده وده بقى حقيقة، يوم الاستغلال يوم رفعنا الراية بتاعنا المفروض نرفع الراية بتاعنا ونعرف الدين اللي بنؤمن به في دولتنا هي دين شنو. لكن أخواني اللي هو بالنسبة لي دي خيلاني وعمامي وآبائي رفضوا خالص، نكروا المسيحية. فالمسيح جنوب السودان من يوم الاستغلال الله باسم ربنا يسوع المسيح سحب يده. كويس؟ سحب يده من جنوب السودان. وبالفعل كان في أخونا إمام هو بيقول السودان دولة وثني، الدين الأول وثني، الدين الثاني هو دين إسلامي. ده حقيقة. الدين الأول وثني لأنه الدولة كله قال أي زول خليه يؤمن بالحاجة داير يؤمن به. ده أول دولة في حياتي إنه نشوفه يؤمن زي ما هو داير. حتى الدول الأوروبية ده
ما في حاجة اسمه بؤمن به. الدولة الأوروبية لما تجي بتحلف بالكتاب المقدس من البداية كده، ده دولة مسيحية. لكن لما تيجي جوا بقول لك اعبد الحاجة انت داير، لأنه ده حرية العبادة. لكن دولة مسيحية. من الصعب تجي انت ما بتكون مسيحي عشان تكون رئيس في الدولة، ما بدك له، ما بتكون، لأنه بيحلفوك بالكتاب المقدس. فدولتنا كان اسم من دولتنا دولة جنوب السودان رفض ربنا. فإذا انتوا لما تكونوا عايشين انه رافضين ربنا، اللي بيمنعكم انه تقتلوا بعضكم شنو؟ اللي بيمنعكم انه ما بتعيشوا في السلام شنو؟ فياتوا دين بيمنعكم انه ما بتقدر تهتموا بموارد بتاع الدولة، ما بتقدر تعملوا اي حاجة بالمساواة. اللي بيمنعكم شنو؟ ما في حاجة بيمنعكم من اي حاجة حسن تقدروا تعملوها. ما في حاجة بيمنعكم من تقتلوا بعضكم، ولا تقتلوا أطفال، وتقتلوا ناس كبار، وتعيشوا الحياة ما فيه سلام خالص. لأنه ما في حاجة بيمنعكم روحيا. من ده بنوري إنه أنت لما يكون ما عندك ضمير، اللي بيمسكك بيقول لك لا ده غلط، ما خلاص بتقدر تعمل أي حاجة. شوف الموضة الحسة الشعب الجنوبي من الاستغلال دخل فيه. شوف الشعب الجنوبي، الموارد والأموال اللي كلها كانت جات عشان تساعد الدولة الجديدة عشان تنمو، بس اشترينا بها أسلحة، وليه يوم الليلة قاعد نقتل بعضنا. شايف؟ فالإخوة بذات أعبانا الكبار في الماسكين الدولة، ربنا شايف اللي ناس اللي ما قدروا يلقوا الاستغلال أسا عليه الأقل عندهم مكان عندنا في ضمائر بتاعنا، لأنه نحن ما شفنا الحاجة اللي انتوا نحن شفنا منكم. يس، بما انه هنا عارفين برضو قبل ما نصل للاستغلال انتوا حياتكم في الغابة اصله. اي ضابط كبير في حكومة جنوب السودان ما يتقتل بيد بتاع حكومة الشمال، يتقتل بيدكم. قتلتوا اخوانكم براكم. ما في ضابط خالص. انا عشت في الشمال، بنحضر ساحة الفداء كل يوم، ما في ضابط كبير زي ما انتوا قاعدين تسموه جنرال انه مات في يد بتاع حكومة الشمال اللي بيشاكلكم بأكتر من كم 20 سنة. لا، انتوا قتلتوا اخوانكم بيدكم. كويس. البسيطين اللي كانوا بالفعل لو كانوا ربنا خلاهم يكون حي ممكن يعمل حاجة احسن، برضو ماتوا بطرق المفروض ما يموتوا بها، زي دكتور جون جرام. لكن اي زول تاني جسماته في يدكم، وده برضو بيأثر في نمو والتربية بتاع البلد. ما دام اساسا في دم في الواطئ هناك اللي بيقول المفروض انا كلكم الحسب تسمعوا، انتوا كلكم قاعدين في الجنوب ده. والله انا لما اعاين لكم ونعاين الصور كيف انتوا عشتوا في الغابه وتربيتوا في الغابه وحاربتوا من اجل انه اخوك واختك وامك وابوك انه يعيشوا في سلام. كويس. انا بتذكر كل كان اشوف مرحوم ويليام نيون كان بيتكلم واحد من الفيديوهات، وكان بيوصف لراجل عجوز عمنا كبير، فبقول شوف زول عجوز زي ده يعني نخليه انه جلابه يجي يخربه ونحن رجال. يماجن زول ده كان في الخابة، لانه زول عجوز زي ابوه زي ده مفروض ما يجي زول من برا عشان يجي يعذبه. لكن هسه نحن زاد وكنا قاعد نعذب اباء بتاعنا، بنعذب امهات بتاعنا، بنعذب بناتنا، حتى المستقبل بتاع البلد. شوف هسه قاعد يحصل في يومين ده. شوف الموت اللي هسه قاعد يحصل ده. ناس عاديين مواطنين ما دايرين من حكومة حاجة، دايرين بس يقعدوا يزرعوا بس، ما قادرين يحصلوا المزارع بتاعهم.
ده يقعدوا بس بسلام بين الجيران. حتى قبائل ساكت بقى يشاكلوا بس لأنه الحكومة ما قادر يوفر الأمن. فأنتوا عايزين شنو بالضبط كده؟ في شنو يا إخوة في الإدارة، الإخوة في الرئاسة، في شنو بالضبط كده ربنا تاني بيقدر يعمله أكتر من ما إنه عمل المستحيل؟ يعني إحنا ما لقينا استغلال الجنوب بالشكل بسلاح، بما إنه بالفعل دافعنا عن أنفسنا وما قدروا ينغلبوا علينا، لكن في النهاية بكلمة سلام، كلمة سلام يا هو جاب الدولة. فأنتوا ليه يوم الليلة ما عايزين تتابعوا كلمة السلام ربنا دايره ده؟ ليه؟ لأنه شوف لما ربنا يقول انتوا أنا عايزكم تعيشوا في السلام وانتوا تواصلوا في الحرب، معناته انت أساسا ضد ربنا ذاته، انتوا ضد ربنا، بمعنى انتوا فيكم في روح بتاع الشيطان. عديل كده. إذا كان ربنا دانا جنوب السودان على أساس إن إحنا المفروض نعيش فيه بسلام، زي ما نحن الحكومة الشمال ما قدر يطردنا بسلاح لغاية ما ربنا جاب كلام عادي وقال أنا أوديكم بلدكم في السلام. فأنتوا لو رفضتوا إنه تواصلوا في السلام بقيتوا تقتلوا بعضكم في السنين ده كله، معناته أنتوا أساسا ماشيين ضد إرادة بتاع ربنا. طيب فايدة شنو؟ طيب ده السمعة اللي انت داير يفضل ليك انت لانه في النهاية هيجي زمن هتعجز لدرجة انك ما هتقدر كله هتقوم من سرير، خلي انك تتكلم كويس. لو هيجي زمن ما هتكون موجود في الدنيا ده كلنا. انا من ضمن الناس اللي ما بتمنى لاي انسان يموت بيد اي انسان، حتى انكم انتوا في حكومة ده انا بتمنى بس انه قبل واحد فيكم هيموت مفروض يعمل الحاجة لما نتذكر بانه بالفعل خلي لنا حاجة اللي بيخلي اسمه لما نتذكره نقول بالفعل كان عمل المستحيل عشان نحن نفضل في البلد ده. أمنا عملت المستحيل عشان نحن نفضل، خالنا وجدنا عملوا المستحيل عشان نحن نفضل في البلد ده. لكن لما نشوف إنه أخوي مات في يدك، أختي مات في يدك، أمي مات في يدك، خالي مات في يدك، أنا بقدر أقول شنو لما أنت بعدين حتى لو كلكم بس الليلة كلكم اللي في الحكومة ده بس لو مشيتوا بس قعدتوا في بيوتكم زي ده، بتفتكر إحنا بنقدر نحتفل بكم السنة الجاية؟ ما بنقدر، لأنه كل ما نتذكر كل سنة لما نجي بنتذكر الناس اللي ماتوا في يدكم، المفروض كله ما يموتوا. فأنا بس بصلي من أجل السودان بصفة عامة إنه أنتوا كرؤساء أقبلوا المسيح، لأنه المسيح هو ياهو رئيس السلام. إذا قبلتوا المسيح السلام ده ساحل، لأنه إرادة الله للعالم هنا، للدنيا ده، للسودان بما فيها شمالا شرقا وغربا وجنوبا هي السلام، ما أكتر من كده. نحن محتاجين نعيش في سلام، لأنه شوف في النهاية يا إخواني نحن كجنوبيين ونحن كشماليين كلنا واحد. هيجي وقت لو كان أساسا انتوا حكومة الجنوب وحكومة الشمال، لو ما موضوع انتوا بس فكرتوا بانه بس ما فكرتوا انه ناسكم بس ياهو يموتوا، مفروض يكون في جيش موحد لحماية السودان، جيش واحد يكون ده الجيش ده موحد لحماية السودان. حتى لو انفصلنا لسه عندنا حق انه نحمي السودان كلنا جنوبا وشمالا. لما نكون عندنا جيش واحد بيقدر يحمي السودان ما بيكون في فرصة ذاته انه نحن ماشي نشاكل في المستقبل. لانه شوف ببساطة كده
إذا الليلة جاء أي دولة من الدول المجاورة التسعة دي ودار يحتل شمال السودان، تفتكر الجنوب حيقبل؟ ما حيقبل. لأنه إذا جاء أي ناس ما سودانيين على أساس إن إحنا خلينا لهم الشمال، لأنه السودان أنا إحنا يا خلينا الشمال لإخواننا في الشمال، لأنه لما جو العرب لما دخلوا السودان حتى لو قلنا لهم ارجعوا حيمشوا وين؟ لكن احنا كناس بدنا نروح، بنعرف الانسان لو قعد معك فتره بقى اخوك خلاص. عشان كده نحن نقول له بس بنشيل الجنوب، بنخلي لكم الشمال، لانه انتوا كعرب دخلتوا السودان كويس. اننا كتاب حسه بقى ناس بقى دسوا عشان ما اصل فيها دخول العرب السودان، بيوري الخطر اللي دخل به العرب السودان. لكن احنا ما بنقول لكم عرب بس، لانه انتوا خلاص بقيتوا السودانيين ونحن كلنا السودانيين. لكن لو جاء اي دوله حسه غير سوداني ودار يجي يحتل الشمال، ان احنا كجوميين ما حنقبل. ولو في دوله ثانيه دار يجي عشان يحتل الجنوب، انتوا الشماليين المفروض ما تقبلوا. ليه؟ اذا كان دوله ثانيه وطردنا من الجنوب وضمنا للشمال، انتوا حتقبلوا؟ ما حتقبلوا. ده بيوري انه المفروض ان احنا كلنا كدولة نقدر نكون جيش واحد لحماية الوطن، لحماية الوطن. فده المفروض حاجة يحصل حسي. لكن شوف قاعد يحصل حسي كيف. المواطن ما قادر يعيش في الجنوب ولا قادر يعيش في الشمال. ليه؟ الشمالين برا ما قادرين يعيشوا حياة عشان يقسموا الموارد الطبيعية ده بطريقة كويس، ويعيشوا يمارسوا الحياة السياسية بطريقة كويسة. السياسة معناته منطق. السياسة ما معناته انت بس تقعد عشان تخطط تكتب زول. السياسة معناه منطق. انت بتقعد تقول رأيك وانا اسمع، وانا اقول رأيي انت تسمع. لو اساسا نحن قاعدين نسمع كل زول بيسمع رأي زول تاني، ساحل بانك بتفهم، بتلقى حاجة اللي بيخليك تقول بالفعل عن الحتة ده ما كان خطيته في فكري بتاعي، وانا بقدر اقول ينوت الحتة ده برضو انا ما خطيته في الفكر بتاعي. عشان كده بنلقى حلقة وصل اللي بتخلينا ان احنا نقدر نحل المشكلة. ده منطق كده. لكن حياة بدها غابة، حرب وما حرب، ده حياة بدها غابة. المفروض نحن نغليه لو نحن بنعرف انه في حاجة اسمه السياسة كويس. السياسة في العالم الأوروبي منطق. عشان كده العالم الأوروبي هنا ما بيخلوك تكون سياسي إلا تكون عندك شهادة اللي بيقولوا شنو لوير، لا شهادة المحاماة. انت لازم تكون محامي، لأنك انت بس ما تجي بس تتكلم فارغ ساكت. دايرين انك تتكلم لأنه كلامك بيكون محسوب عليك. تقول أي كلمة اللي بيخلي الناس يشاكلوا بيدخلوك في محكمة. عشان كده في العالم الأوروبي هنا عشان تكون سياسي لازم تكون عندك شهادة محامي كويس، لازم تكون محامي. لكن احنا في الجنوب هنا انت لا فاضي للمحامي ولا ده تقرا المحاماة، بس لانك بتتكلم ومن كلامك ناس بيموتوا. فانا داير اصلي من اجل السودان بصفة عامة، وامنياتي وصلاتي انه نحن نقبل السلام وباسم ربنا يسوع المسيح. أبانا السماوي، أبو ربنا يسوع المسيح خالق السماء والأرض، وأنا حاسة جاي قدامك وبطلب من نعمتك إنك تحمينا وتوقف الحرب في السودان بصفة عامة. نحن ما محتاجين نعيش بالحياة دي. وأنا بصلي من أجل الشيطان اللي قدر عشان يستخدم أخواننا في الحكومة عشان البلد سواء كان جنوبا أو شمالا ما يكون عنده استقرار. يا أبانا السماوي، أنت ملك السلام، أنت رب الأرباب، وأنت ملك الملوك. وأنا بصلي لأنك أنت قادر على كل شيء.
ونصلي لأنك أنت الرئيس السلام. باركنا يا رب وأدينا النعمة للمرة الثانية باسم ربنا يسوع المسيح نصلي. آمين. إن شاء الله نتقابل، وأنا أخليكم في نعمة الله ورعايته.